ما هي إعلام جنوب الوادي؟ المميزات، العيوب، أدق التفاصيل، ده اللي هتعرفوه في فيديو النهاردة. اهلا بالمغتربين والمغتربات واي راجل جدع عينه جت على الفيديو. عملنا لكم الفيديو ده عشان ترحموا نفسكم من التفكير الكتير اللي هيجي لكم لما تفكروا تدخلوا اعلام جنوب الوادي. بعد الفيديو ده هتحددوا هل انا لو مغترب هاخد المشوار ده واجي، ولا خليني في بلدي على ايه المرمطه والبهدله. ده من خرج من داره اتقل مقداره صح. وحتى لو انت من جنة وبتفكر تدخل اعلام، برضو الفيديو ده ليه. وانا عايز اعمل حمله وقت للدبان. طب في البدايه كده معاكم علامه من علامات اعلام جنوب الوادي هيعرفكم على الكليه. مين بجد في اعلام جنوب الوادي ما يعرفش الحكش؟ ده اكتر سبب اصلا هيخليك تفكر تدخل الكليه. بهزر طبعا، انا ما حدش يعرفني غير ام ابويا واخواتي. المهم ما تفكرش كتير يا صاحبي، كفايه ان اسمك هيكون اعلام، يعني صفوه المجتمع، يعني السلطه الرابعه، يعني كاميرا، يعني ميكروفون، يعني فوتوشوب ومونتاج وعلاقات عامه واعلان، يعني الصيت والتصوير. قبل ما نتعمق في تفاصيل الفيديو، خليكم ناس جدع واولاد بلد وحطوا لايك على الفيديو ده، ولو اول مره تشوفوني اشتركوا وفعلوا الجرس، ويا رب الدبان يموت. يلا بينا نظبط الكلام، يلا بينا نظبط الكلام. وقبل ما انسى، الفيديو ده لتاني مره هيكون من كتابه منة الله ياسر، اللي بجد يعني جابت لكم الخلاصه. انا ما كنتش عارف ان هي متمكنه قوي في الكليه كده. تعالى لي كده يا صاحبي اعد لك المميزات اللي لو اتكلمنا فيها مش هتخلص، وده طبعا بعيدا عن اي حاقد حاسد هينفي الكلام ده. اول حاجه عندك الفيو المميز، اللي هو كل الكليات في حته وانت في حته لوحدك، ومفيش حد حواليك، كانك في كون موازي. وده بجد مش هزار. اقرب كليه ليك مثلا هتكون على بعد 5 6 كيلو، وده طبعا غير الجو المختلف. الجامعه كلها شمس اكنك عند الخط الاستوائي. تيجي عند كليتنا هتلاقيها حرك جو مختلف ونسمه هواء. ايه يا منى اللي انت كاتباه؟ وانت في اعلام تاني ولا ايه؟ بس حل الموضوع ده ان انت تقعد في التكييفات اللي هم موجودين عند مكانين بس في الكليه، القاعه بتاعت سنه اولى ومكتب العميد. فلو انت عندك حلين، يا اما تفضل في سنه اولى يا اما تبقى ابن العميد. ومع ذكر العميد هنذكر الدكاتره، وفي دي بقى هنتكلم جد شويه. دكاتره كليه اعلام بجد كلهم بدون استثناء ناس محترمه وبيساعدونا اننا نعمل اي حاجه بجد. وده على فكره مش تطبيل ولا خوف مثلا دكتور يشوف الفيديو، لا اقسم بالله دي حقيقه بجد انا بقولها. بيعاملونا على اننا اولادهم او اخواتهم الصغيرين حرفيا، سواء دكاتره معيدين. بجد بجد اسهل دكاتره في الجامعه كلها هتتعامل معاه، ابوابهم مفتوحه 24 ساعه. بجد احنا بنروح للدكاتره المكاتب نناقشهم في المقرر بتاع الامتحانات. انتوا متخيلين؟ اي نعم يعني هم بيهزقونا ومش بيوافقوا ان هم يقللوا، بس برضه بيتناقشوا، بيقبلوا الكلام، بيقبلوا وجهات النظر. لو لقوك طالب كويس ومجتهد بجد هيشجعوك ان انت تطلع اضعاف اضعاف القوه اللي عندك. فبجد تحيه كبيره قوي قوي لكل دكتور جدع في كليه الاعلام. وبكرر كلامي مره تانية، ده لا هو تطبيل ولا خوف، كلام انا بقوله حقيقي. واسالوا اي طالب في اعلام جنوب الوادي بجد هيقول لكم نفس الكلام. دكاترتنا مش مستاهلين حد يطبل لهم، وانا مش بخاف من حد. عندنا ميزه مهمه جدا في الكليه، وهي عمو جمال. وما ادراك ما عمو جمال؟ عمو جمال ده الكنافه بالبيستاشيو بتاع الكليه. مش هتلاقي حد في الكليه بولادها بشبابها بدكاترتها بعمالها مش بيحب. والراجل الوحيد اللي يمكن تلاقيه ملهوش عداوه مع اي مخلوق خلقه ربنا. تخيل ان عمو جمال طلع ترند على مستوى الجمهوريه مرتين وبفكرتين مختلفين. وانا هنا بصراحه بشكر الدفعه الثامنه ان هم سبب رئيسي في الترندين دول. اول حاجه عملوا معاه الترند بتاع المدرسين ده اللي هم بيجيبوا له حلاوه وكده، وتاني حاجه جابوه في حفله التخرج بتاعتهم وعملوا له ممر شرفي وكرموه. اقسم بالله كانت حركه، انا كنت موجود في حفله التخرج جسمي اشعر. فبجد شابوه الدفعه الثامنه، دي الحسنه الوحيده اللي انتوا عملتوها في الكليه. طبعا بهزر، كل الحب والاحترام والتقدير للدفعه الثامنه كلها، اغلبهم صحابي. فباختصار احنا عندنا عمو جمال هو صاحب الكليه، وده بجد يعني اقسم بالله معاه المفاتيح بتاعت الكليه كلها. فعمو جمال بالنسبه لنا مش مجرد شخص بيشتغل، لا ده هو في مثابه والد لينا، اخ كبير لينا بجد. كلنا بنحب نهزر معاه وبنناقشه ويناقشنا. احنا مش متخيلين كليه بدون عمو جمال. ويا رب الدبان يجي له قذف اسرائيلي. عموما يعني طلبه اعلام جنوب الوادي بيكون ليهم كيان خاص، والكيان ده بيكون منفرد لوحده كده بعيدا عن اي كليه تاني. عارف انت الفرق بين ايجيبت ومصر؟ لا مش اللي جه في بالكم، الكليات التانية هي اللي ايجيبت واحنا مصر. بجد بجد طلبه اعلام كده تحسهم حاجه مميزه لوحدهم. يعني بجد تحس ان اكتر كليه بيكون فيها تجمعات، يعني بغض النظر يعني التجمعات تكون كل الناس بتحب بعض ولا لا، ولكن في اي مكان مثلا اي حدث بيكون على مستوى الجامعه بيكون كده. التجمع بتاع اعلام لا مختلف تماما. بتلاقي ناس من كليات تانية
جايه اللي هو انا عايز افرح وعايز اهيص مع اعلام، اللي هو يسمعوا اي هيصه ولا اي نوش معمول، دول اعلام بجد معروفين كده في اي مكان. هتقول لي ايه يا عم الكليه اللي ما فيهاش عيوب دي؟ هقول لك لا، هتلاقي عيوب زيها زي اي كليه تانية، بس مش هتلاقي الذكريات ولا الحب ولا الصحاب في اي مكان تاني. وابصم لك بالعشره دول ان مفيش حد اتخرج الا وهو بجد بيكون كده مخنوق من نفسه، وهو زعلان جدا ان هو هيفارق المكان، ويتمنى ان هو يعيد السنين من الاول تاني. وبجد اسالوا اي حد اتخرج من اعلام جنوب الوادي، سواء بقى شخص اجتماعي انطوائي، شخص متخلف، شخص ما عندوش دم، كله نفس الكلام، كله بيكون عنده نسبه زعل بجد بجد، نسبه زعل حقيقيه ان هو فارق المكان واللمه والصحاب دول. ومن ناحيه الكلام عن الذكريات، فغير صحاب الكليه انت عندك صحاب السكن اللي هيكونوا بالنسبه لك زي اهلك بالظبط، اكلك شربك غسيلك نومك معاهم. ايه اللي انا بقوله ده؟ ملناش في الشمال يا ليزبيان. بجد بجد احلى انواع العبث هتعمله مع اصحابك في السكن. وايه الميزه في السكن بقى؟ انه هتلاقيه مجمع كذا شخص من كذا محافظه مختلف، فهتلاقي ميكس اختلاف ثقافات كده، حاجه بنت لذين. مهما حصل شد، مهما حصل خلافات بينكم، هتلاقي نفسك في اخر السنه زعلان ان انت هتفارق الناس دي. الناس دي هتوحشك بجد، وخاصه لو كانوا اصحاب الكليه هم ساكنين معاك في السكن، زي ما حصل معايا في اول سنتين. يعني انا في اول سنتين كان كل الناس اللي سكنت معاها كانوا معايا في الكليه برضه، فاللي هو اكلك شربك خروجاتك مذاكرتك كل حاجه كل حاجه معاهم. وبجد لو عرفت تلاقي دايره الصحاب المناسبه، هتحس ان دول مش صحابك، لا دول بمثابه اخوات ليك بجد. لو حرفيا انت طول السنه بتقضي معاهم وقت اكتر من اللي بتقضيه مع اهلك. انت بتنزل مثلا لو انت مغترب هتنزل في الشهرين مره او الشهر مره. لو انت مثلا من سوهاج او من مركز في هنا واخد سكن، فبرضه هتنزل مثلا كل اسبوع لو انت بتنزل على طول. فلا في المجمل هتلاقي نفسك بتقضي معاهم وقت اكتر من اللي بتقضيه مع ابوه وامك واخواتك. انت متخيل؟ انا مش عارف مال الدبان حابب الظهور الاعلامي النهارده في ايه. واخيرا يا صاحبي عشان ما اطولش عليك، مش هقول لك غير انها تجربه جديده ما تخافش منها، مش هتخسر فيها اي حاجه، لا انت هتكسب كتير. لو انت حابب المجال الاعلامي بجد، فتجربه على المستوى الشخصي هتكون حاجه بالنسبه لك اضافه كبيره جدا جدا جدا. فبجد ما تتخوفش لو الكلام اللي الناس اللي هم من وجه بحري لو جالكم الكليه، اوعوا بجد بجد تخافوا او تفكروا تحولوا كليه تانية، او لا اللي هو ده خليني في بلدي. لا بجد يعني جربوا، ولو شخصيتك شايف ان هي هتليق على الجو الاعلامي بجد، فلا ده مكانك المناسب. هتقول لي مثلا اعلام جنوب الوادي ولا اعلام القاهره؟ ما عنديش رد للسؤال ده، كل تجربه بتكون مختلفه. خليك انت بطل التجربه، مش التجربه هي البطل بتاعك. وكل اللي انا قلته لك ده مش هيبقى قد انه يتقال لك كلمه يا اعلامي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستمتعتوا بيه، سواء انتوا ناويين تدخلوا المرحله دي او مش ناويين، او انتوا في المرحله فعليا. فلو انت اي حاجه من دول تابعني، علشان بجد ان شاء الله الفتره الجايه هتكلم عن الكليه او الجامعه بشكل عام، يعني باذن الله في افكار مختلفه ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان الحاجات دي بجد بتساعد. ولو انت بقى ابن ناس قوي هتعمل شير، هتبعت الفيديو ده لاتنين بس من صحابك. فيا جماعه يا ريت ما تكسلوش في حوار الشير ده. يعني انت لو شيرت اللينك ستوري كده فانت راجل، ده انت ملاك يا جدع، ده ايه ده؟ وبس مش هطول عليكم اكتر من كده، نكون وصلنا لنهايه الفيديو الفعليه. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. كان معكم الحكش، السلام عليكم.